يوم من الايام اتصل بي واحد، اتصل بي رجال قال السلام عليكم. السلام، انت عبد الرحمن؟ قلت ايه انا سم طال عمرك والله ما اعرف. كيف حالك؟ قلت بخير. قال يا اخوي انا بشوفك. قلت سب ابرك الساعات والله ما اعرفه. وش الموضوع؟ طال سم وش الموضوع الله يحييك؟ الاعطيها هذه كلها. لا خليها قلبها بس جميع. قال ابي يا ابو راكان، قال عفوا، قال ابى اقابلك ضروري. قلت ابشر. قال خلاص اقابلك متى يناسبك الليله؟ قلت والله الليله انا مداوم لكن بكره العصر الله يحييك. قال وين نتقابل فيه؟ قلت في بيتي. مرحبا والله وسهلا، تعال ازين الظهر وتغد معي. والله على نيتي يعني، ولا يعني من الادب اذا ما عرف هو بنفسه يعني ما تساله، رجال يبيك. انا والله على نيتي. قال لا ابى اقابلك برا البيت. استغربت، نبرة مثل اللي فيه وفيه، ما ادري وش خاطر الرجال. قلت ورا، لا والله في البيت وانا اخوك وابرك الساعات تشرف البيت بك. قال طيب مع السلامه. يوم اخذت لي يجي نص ساعه وهو يتصل ثاني، السلام عليكم. قلت عليكم السلام. قال اسمع انا ابي اقابلك ضروري. قلت يا اخوي انا ما عندي مانع الله يرضى عليك، انت اللي اتصلت بي قبل شوي. مرحبا والله ومسهلا، انسانك عاجل الليله، خلاص وعدك ان شاء الله بعد ساعتين في البيت. قال لا ليش تبيني اجي البيت؟ قلت الحمد لله رب العالمين، هو عادات الطيبين الله يهديك، انت اللي متصل تدورني، مرحبا بك في بيتي انا، وش اقول لك يعني اكثر من كذا؟ قال لا قابلني بعد ساعتين تصير الساعه تقريبا 12 ونص بالليل. قال قابلني في المكان الفلاني. المكان الفلاني هذا مخططات ذاك الوقت وظلام. قلت المكان الفلاني؟ قال الله المخطط قريب. قلت يا اخوي ظلام ولا قهوه ولا علم غانم، وش ذا المقابله في ذا؟ لا والله يا اخوي واخر الليل وش حادك انت؟ الا تعال لي في البيت. قال لا ماني جايك في البيت. قلت اسمع عاد بارك الله فيك، انا والله مشيت معك جيتك من انا ما ادري وش وراك، ترى ما بعد سالتك لو عن اسمك، اما عطني علمك ولا اعذرني. قال طيب مع السلامه انا حاضره. لا الرجال عنده علم. يوم اخذت لي يجي نص ساعه يوم اتصل علي قال يا اخي انا لازم اشوفك، انا تعبت. قلت والله ما تعبتك انا يا اخو. قال الا انت بتعبني، انت بتعبني. قلت انا؟ قال لي كنت ابشر بالحق وما يلحق، ابشر ثاني غلطان والله انا اقوم بالحق. قال يا اخي انت كلامك طيب وكلام رجال عاقل، ولكنك مسوي معي سوات ما هي بزينه. قلت انا؟ قال لي انت؟ قلت شو انا مسوي؟ خفت انت والله العظيم توه يجي عندي ثاني حال، انا قلت وش ذا اللي بغيت اقابله وانا ما ادري ايش وراه. قال اسمع هذا رقمك اللي اتصل عليه ولا ما هو برقمك؟ قلت له رقمي. قال انت تتصل على زوجتي. قلت انا؟ قال لي وانا هالحين ضربتها وروحتها لاهلها. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ من الشيطان يا ابن الحلال. الله العظيم والله الذي لا اله الا هو لا اعرفك ولا اعرف حرمك ولا لي دخل فيها، بس وش موضوعك بالضبط؟ زوجتك تشتغل في شيء ولا تعمل في شيء؟ قال اي شغلات يعني بسيطه ما هي، بس وش مو موضوع، لا تغير الموضوع. انت مكلمه؟ قلت والله ما كلمته خذ الله تراك ظالم هو ظالمني. لكن زوجك وش تشتغل؟ قال زوجتي تسوي فطاير وش يسمونه ذا كيز وما ادري وشو، ها اسر منتج زي الاسر المنتجه رحم الله والديك. قلت هانت بردها الله بالعافيه، اصبر تراك غادي. قال وشلون؟ قلت الله اعلم ان زوجتي طالبت من زوجتك. قال عتطلب من رقم جوالك ما اعطي عقل غيري، قل غير هالكلام. قلت والله يا ابن الحلال ما غيره، زوجتي معها نفس الرقم. قال ما تصير. قلت له تصير، بعد عندي رقم ثالث اتصل انا واخوي ثلاثه من رقم واحد نتصل، بس اللي ترد عليه المكالمات رقمي انا الاساسي. قال هذه ما تصير. قلت اتصل على الاتصالات واسالهم، تلقى الخدمه ذي عندهم اللي هي 4 شرايح 3 شرايح متعدده. قلت عندهم يا اخي خدمه. قال بتاكد. قلت تاكد. والله يوم اتصل عليه والله الرجال هادي. قال يا اخي اسالك بالله تشوف اني غلطان؟ انا والله اتصلت عليهم وقالوا فعلا الناس كلامك صحيح ان الخدمه ذي موجوده. والله العظيم انه مع زوجتي الرقم الثاني وهي تتصل منه، ويمكنها طلبت من زوجتك. هذه يا اخي وهالحين اوصل البيت، بقى لي شوي واوصل البيت، وفعلا وصلت البيت والله واكلمه. قلت يا الحبيب قاسم، قلت هذه اختك امراه كانت تسمع، اسالت بالله انت طالبت من الرقم اللي هذا هو؟ اعطاني عد الرقم اللي كذا. قالت اي والله طالبت منه، هو يسمع اسمك. قالت اي والله طالبت من الحرمه وطلبت منها اشياء زي كذا. قلت سمعت الله يهديك الله يصلح قلبك، ان بعض الظن اثم. قال عاد اعلمك يوم اتصل فيك المرتبه الاولى وش انا ناوي؟ قلت والله ما ادري شو انت ناوي. قال والله العظيم اني مجهز مسدسي. اعوذ بالله. اي والله. قال ولا نويت كله ميت، انا ناوي نقتلك وخلص منك. قلت اقتلني وراه يا اخي، تبين الله يهدي قلبك. هذا بغيت على ما قلت يتم عيالي والحين ضارب حرمتك الله يصلح ومشتت عيالك واظنه مطلق. انا ويش؟ وحرمتها عندها شغل، وحرمتك عندها. قال المشكله اني نهيتها وقلت لها لا تشتغلين ولا توزعين الرقم ولا هذا. قلت عاد هذا شيء قدام عينك انت وياها على ما قلت اخواننا في الكويت تنيازون بكيفكم، بس لا تبلشني انا. تنيازون نيازون اي
تنجازون. اي تنجازوا. اي لكن ما لي دخل تذبحني انا، وش ذنبي انا يا اخو؟ لا شريت ولا بعت ولا، وهذا كله ظن. بعض الله الناس يحفظك يا مريض بركة. مريض بالوهم، الحمد لله رب العالمين، ويا اخي يسوي من الحبه قبه ولا يتبين مصيبه. الامور وراها امور، ودك الواحد يتريث ويصير عاقل في بعض الامور. سلام. الحمد لله على السلامه. هو شيء